مصانع مرسي للورنيش اللي في بورسعيد بتجهز لحملة دعاية جديدة، ولو اشتغلنا بجد هنقدر ناخد الحملة للوكالة هنا. الأستاذ مرسي هيوصل النهارده بعد الظهر من بورسعيد. عايزاكي تشوفيه نازل في أنهي أوتيل وتاخديلي منه ميعاد لبكرة الصبح بدري. عايزة الحقه قبل ما أي مندوب شركة إعلانات تانية يصطاده. أيوة يا أنسة ميسة، ده مش ممكن. مش هنلحق نجهز جنس حاجة من دلوقتي لغاية بكرة الصبح. لازم نقدر وهنقدر. دي شوية أفكار جاتلي وأنا جاية في السكة، عايزاكي تفرغيها وتكتبيها على المكنة، واطلبي من الأرشيف الملف الخاص بشركة مرسي للورنيش. عايزة أعرف عنه كل حاجة، طريقة التغليف، طريقة التوزيع، حجم الإنتاج، درجة تشبع السوق، حجم المبيعات، كل حاجة كل حاجة. صباح الخير يا أستاذ صلاح. في ايه جديد النهارده يا هريدي في النيله اللي احنا بنشتغل فيها دي؟ فيه الأستاذ مرسي صاحب مصانع الورنيش اللي في بورسعيد. هيوصل الليلة علشان يجهز حملة دعاية جديدة للمصانع بتاعته، ولسه ما اتفقش مع أي وكالة. يعني المسألة جاهزة للي يخطفها. وماله يا هريدي؟ نخطفها. قول لي بقى مرسي ده منين؟ هو أصلا من الشرقية، من بلد جنب بلبيس، إنما مقيم دلوقتي في بورسعيد. مش شرقيه، مش شرقيه. طب اسمع يا هريدي، فندم. خلي الارشيف يجيب لي كل المعلومات عن مرسي ده ومصانعه. ها؟ عايز اعرف عنه كل حاجه. اصله، عيلته، مراته معاه ولا لا، بيشرب خمره ولا ما بيشربش، صنف السجاير اللي بيدخنها، شكل البنات اللي بتعجبه، كل حاجه يا هريدي كل حاجه. لسه قدامهم كتير. والله علمي علمك. صحصحي شوية يا منى، مش كده؟ بعد ما تخلص الدراسة دي تكتب الإحصائيات على طول. دراسة السوق عايزاكم تعملوها بمنتهى الدقة. ايه رايك بقى في الروعه دي والجمال ده؟ مفيش كلام. الفكرة مش بطالة، ممكن تطورها شوية. الأرضية دي لونها إيه؟ دي بنفسجي. في بيت في الدنيا لون أرضية المطبخ بنفسجي؟ طبعا بيتي. أنسة ميسة، أنا صورت الهبابة دي من كل زاوية ممكنة، وريني. وبكل إضاءة ممكنة، وبكل العدسات الممكنة، ورغم ده كله طلع زي الزفت. بالظبط. هي العلبة دي شكلها دمه تقيل، ما فيهوش أي نوع من الخيال، ما تجذبش الزبون. ما هو ده اللي مخفرني من الصبح. خلاص، لطفي صمم لنا علبة جديدة. أنا؟ دي الساعة داخلة على نص الليل. ياه، ده احنا على كده بقى هنقعد للصبح. إلا إذا كنت أنت ناوي توصلني يا لطفي. نعم يا أختي، عربيتي ما تستحملش. ابقي تعالي نامي عندي يا منى، لكن محدش هينزل من هنا إلا لما نخلص شغلنا كله. وصدقوني يا أساتذة، الوكالة اللي هتقدم أحسن علبة ورنيش للأستاذ مرسي هي اللي هتاخد حملة الدعاية كلها. معرفة قديمة اسمها زيزي روكا. روكا؟ ده حلو قوي قوي. كمان كاس يا مرسي بيه؟ نقطة واحدة لو تسمع. طبعا. صاحبتك روكا دي؟ ده انا بالصدفه عازمها الليله دي هي والفرقه. تحب تيجي معانا يا مرسي بيه ونكمل السهره سوا؟ اجي مجيش ليه؟ نكمل ايه؟ بصحتك. كمان كاس يا مرسي بيه؟ نقطة واحدة لو سمحت. اسمها روكا؟ اسمها روكا. هي اصلها من الشرقيه. من الشرقيه؟ ما انا اتعرفت عليها هناك. انا صحيح عايش طول عمري في مصر يا مرسي بيه، لكن اساسا من الشرقيه.
حقيقي؟ من بلد جنب بلبيس. الله، ايه ده احنا على كده برديان. ايه ده؟ مش معقول يا مرسي بيه. الله، انا من الشرقية ومن بلد جنبي بلبيس. من جنب بلبيس؟ في صحة الشرقية. في صحة الشرقية. انت الشرقية؟ انا اصل جدي كان بيحارب الانجليز. يلا، طب انا جدي كمان كان بيحارب الانجليز. بس انا جدي كان مع ادهم الشرقاوي. الله، وانا جدي كان مع ادهم الشرقاوي. اصل انا جدي فضل مع ادهم لغايه الاخر وماتوا هما الاثنين مع بعض. كان معاهم صاحبهم اسمه ابو المراسي. الله، ما هو المراسي ده يبقى جدي. ده انا مرسي حسنين ابو المراسي. مش معقول. جدك يبقى حسنين ابو المراسي؟ ايوه. مرسي بيه، احنا بنعيش لحظه تاريخيه. كمان كاس يا فندم؟ نقطة واحدة لو تسمع. حفظ العلوم ده الصراع ده بيخلوا الدنيا بصحة ادهم الشرقاوي. في صحه ادهم الشرقاوي يا مرسي بيه، في صحه اللحظات التاريخيه التي لن تعوض. يا منى. ايوه يا منى اصحي بقى، الساعة بقت 7. انا صحيت خلاص يا ساتر. ده الواحد مش عارف يصحى من النوم ابدا، كل ما يجي ينام يقوم مش قادر يقوم. ياه، صباح الخير يا انسه ميسه. صباح الخير. يا سلام، ده انا حلمت حته دي الحلم انما يجنن. قال ايه؟ انا على يخت في وسط البحر ومعايا مليونير جميل وصغير زي القمر. كان حلم حلو بشكل.